عايزة اقول لكم بقى على الفراخ المحشية اللذيذة الجميلة دي. عملناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا. تبلتها بنفس التتبيلة كأني هشويها بالظبط، بصل مفروم مع توم وطماطم مبشورة وزبادي وملح وشطة، كمون، زعتر، جوز الطيب، فلفل اسود، قرفة بودر، وكزبرة ناشفة، وبشر ليمون. وطبعا كل بشر 3 ليمونات، لان عصرت ال3 ليمونات بشرتهم قبل ما اعصرهم. وكل فرخة بتاخد معلقة خل كبيرة بتاعت الاكل، واكتر من نص فنجان زيت. ودي الفراخ اتغسلت كويس قوي قوي وتصفت كويس قوي، وطبعا فتحتها من جوه الصدور كده والوراك ببوز السكينة المشرشرة الحامية. تمام. بعد كده تبلنا الفراخ التتبيله اللي انتوا عارفينها. انا بقول لكم كاني بالظبط هتبلها للشوي، يعني دخلت بقى الحشوه جوه بصوابعي كده. بقيت ادخل الحشوه جوه صدر الفراخ، لان طبعا الفراخ كبيره مش صغيره، وفي الوراك وتحت الجلد وفوق الجلد وفي الرقبه وكله كله كله. وظبطت كل حاجة وبيتهم في التلاجة يوم، يعني انا عاملاهم بالليل، سبتهم لتاني يوم قبل الغدا بحوالي 3 ساعات. عشان ما اطولش عليك الفيديو، فانا عملت الرز بنفس طريقة حشو الحمام. جبت البصل والثوم وبشرتهم وقطعت الكبد والقوانص بتاعت الفراخ والقلوب طبعا، وشوحتها تشويحة كويسة، وبعدين زودتها شوية مية وحطيت لها بقى الملح والفلفل والقرفة الناعمة وشوية 7 بهارات وشوية جوز الطيب وشوية كمون صغيرين وشوية شطة وملح طبعا. وبعدين سبتهم بقى يستووا شوية مع بعض، يعني تلت تسوية كده او نص تسوية. بعد كده حطيت الرز استوى ربع تسوية بس، عشان تبقوا عارفين الرز استوى ربع تسوية بس، مش زي الحمام يا جماعة بنسويه نص تسوية، لا. الرز هنا استوى ربع تسوية. هقول لكم ليه، عشان هما بيقعدوا في الفرن شوية وبيتكمروا كده بالورق الفويل فبيستوي كويس قوي قوي. وهتشوفوا الرز ما يبقاش معجون، الرز مفرفر جدا ومستوي جدا وجميل قوي. انا طبعا ظبطت لكم اخر واحده، بس انا كنت حاطه بقى في الصينيه جزر كبير وبطاطس بتاع ده بصل، والصوص اللي كان باقي من الفراخ، وزودتهم كمان نص كوبايه او كوبايه الا ربع ميه. وطبعا بناتي كانوا بيساعدوني عشان انا كنت بعمل محشي، يعني دي مش ايديا. ففي واحده كانت بتصور، واحده قفلت الصينيه، وحطينا بقى هم حطوا برضو الصينيه في الفرن. طيب خدوا وقت قد ايه في التسويه؟ ساعه وربع، يعني ساعه وربع. وكانت على فكره الفراخ كبيره مش صغيره، الفرخه 2 كيلو 300 جرام، يعني الفراخ مش صغيره. بس عشان احنا بيتناها في التلاجة متبلة وبيتناها يوم كامل، وغطينا عليها بالفويل وحطيناها بس انا الحقيقة بعد هما ما حطوا على الشبكة في النص، انا نزلت الشبكة على اول دور. وبعد ساعة وربع بفتح عليها على اساس اشوفها محتاجة حاجة مش محتاجة حاجة، لقيتها بالحمد لله رب العالمين استوت. ومنزله بقى البهاريز بتاعها ومستويه كويس جدا. شوفوا يعني هشوف الصدر كمان بالشوكه، وشفت الوراك وكله كله. فكانوا حلوين قوي، والمنظر فظيع، والريحة أفظع وأفظع. جميلة جدا. يعني اعمليها بنفس الرز بتاع الحمام هو. بعد كده بقى جبنا زبدة على وش لبن، القشطة بتاعت وش اللبن، ودهنا بالفرشة كده كل الصدور وكل الفرخة، يعني عشان هنديها وش تحمير بقى. يبقى ده آخر حاجة. وطبعا الصوص ده بيتحط في بولات كده بقى، بيتشرب، او بتعملي بيه الرز في شويه رز تانيين تعمليهم او كده. انا يومها كنت عامله معاها محشي، فما كانتش محتاجه شوفوا بقى الجمال فظيعه جدا جدا جدا. اتحمروا وتقرمشوا، والرز اللي تحت الجلد ده كان حكايه لوحده. غير الرز اللي كان تحت، طبعا اللي كان تحت الجلد ده كان متقرمش وجميل جدا، تحمير رائع. يمكن الكاميرا كمان مش عطيها حقها في التصوير. الجزر والحاجات دي كلها بتتاكل. ألف هنا وشفا. مطبخ سوسو عطية بيقول لكم صحتين وألف هنا، وجربوا الفراخ دي هتلاقوها حلوة ومش بتاخد وقت. ممكن مش لازم تعملوا معاها محشي، ممكن تعملوها مع شوية رز بالخلطة زي ما هما كده. وطبعا بقى انا مسكتها وهي سخنة كده، وعملت نفسي شاطرة، يمكن صوابعي مش عارفة تستحمل السخونية عمالة، بس لازم كنت افتحها لكم واوريكم بالمعلقة
الرز مفرفر ومستوي والله جدا وتحفة. ألف هنا وشفا.